الميك اب بعد ما خلاص خلص هيديك الاحساس بتاع الصور بتاعه المصيف بقى وان انت تحسي ان انت متصوره صور حلوه كده وموديل بقى. هلو يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم ميك اب نتصور بيه على البسين، نتصور بيه على البحر، يبقى شكلنا كده حلو. يلا بينا نبدا بسرعه عشان الفيديو ما يبقاش طويل. متنسيش لو انت اول مره تيجي اشتركي في القناه وفعلي الجرس واعملي لايك للفيديو ده، ويلا بينا نبدا. بشرتي الفتره دي حاسه ان هي مش احسن حاجه، ملتهبه يعني بمعنى اصح. انا دلوقتي هرسم حواجبي بالباودر، بس هستخدم المرايه بتاعه البالت دي علشان انا مش لاقيه المرايه الصغيره بتاعتي. هحط باودر في حواجبي بني عادي، مش هعرف اوريه لكم للاسف عشان هو متكسر جدا، بس الدرجه البني العاديه قوي، بني غامق يعني. انا بحب احط بني غامق رمادي فاتح، ده اللي بيليق على حواجبي يعني. متكسره قوي فمش عارفه ان انا اوريها لكم. بصوا اللي انا بعمله ان انا بملى الفراغات. انا ما برسمش حواجبي يعني، قليل قوي لو جبت جل مثلا حطيته، يعني افتكر ان انا حطيت مره واحده بس في حواجبي جل، يعني اقصد فتره، يعني جبته مره ما كررتوش تاني. كنت بستخدمه كان حلو وكل حاجه، بس انا بحس ان البودر بيخلي شكل الحواجب طبيعي، الجل ليه وقته اللي هو بيكون مثلا ثابت. وبحس برضو القلم بيكون حلو، زي مثلا قلم شجلام كنت من فتره كده كنت بستخدمه، كان حلو قوي معايا، وكان برضو طبيعي كده، بيدي شكل كده طبيعي وسهل. فانا بحب الحاجات اللي هي بتكون سهله بس طبعا لو انتوا رايحين بحر او بسين او كده تبقوا عايزين حاجه ثابته. بس انا الميك اب ده عاملاه اللي هو للصور، يعني لو انتي عايزه هتلبسي بقى وتتشيكي وتروحي تتصوري، يعني انتي مش نازله البسين حالا مثلا. بصوا انا مليت الفراغات. البالت دي لخماني شويه وانا بعمل، هحاول كده ادور على المرايه الصغيره ان انا مش عارفه اعمل وانا ماسكاها عشان كبيره، مش لاقيه المرايه. هكمل بيها وخلاص، بس بجد هكمل متضايقه. المهم لا، مش متضايقه ولا حاجه، هكمل معاكم. بصوا انا هحط ده تقسيمه بتاعت فاونديشن سيبال انا كنت عاملاها، فبستخدمه لان هو خفيف قوي ولايت كده على البشره، وفي نفس الوقت بيداري لو في بقع او كده. فهحطه كده ككونسيلر كده كده، وهنا وعلى الحته دي كده، وعلى الحاجات اللي هي هنا كده، اي حاجه يعني في وشي حاسه ان انا عايزه اداريها. أه علشان انا مش ناويه ان انا احط فاونديشن، يعني مش ناويه ان انا املى وشي فاونديشن كده وبتاع لا. هدمج كده بسرعه. انا بس عايزه الاحمرار اللي في بشرتي ده يهدى كده شويه، ولو ما كانش موجود كنت هقلل الحاجات اللي انا حطاها حوالين دي يعني. جماعه تسمحوا لي اصيح معاكم وانا بعمل الفاونديشن؟ تسمحوا لي بجد. في حاجه كده غريبه، هي مش غريبه، هي عادي يعني. احنا اللي انا هقوله ده كل واحد براحته، كل واحد حر ودي اذواق وكل حاجه، بس بجد انا بستغرب على الناس اللي بتكتب لي كومنتات على الفيديوهات اللي هي الريفيوهات، لما بكون مثلا بعمل لكم ريفيو عن حاجه معينه، اللي هو انتي بتتكلمي كتير. يعني ايه ابقى مثلا بعمل لكم ريفيو عن حاجه، مثلا عن برودكت او عن حاجه انا مجرباها، واطلع اقولك بصي دي حلوه هاتيها، بصي دي وحشه ما تجيبيها. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها حلوه ليكي ووحشه لغيرك ووحشه لغيرك انتوا فاهمين؟ فانا بقول لكم على العيوب والمميزات في الحاجه اللي انا بشوفها في الحاجه، وانتي على اساسه بتقرري. انا مش بطلع مثلا اقولك دي اشتريها ودي ما تشتريهاش، انا ما بعملش كده. فازاي اختصر لكم؟ ازاي يعني ازاي ما اقعدش اقولك دي بتعمل كذا وفيها كذا وفيها مش عارف ايه؟ بحب اقول لكم تفاصيل الحاجه. انتي سرعي، انتي قطعي، انتي شوفي اللي يهمك واخرجي. يعني انا لما بكون بدور على ريفيو عن حاجه ومش عايزه اسمع رأي كتير، بسمع اللي يهمني وبخرج من الفيديو. يعني مش بقعد بقى ايه اسمع الفيديو كله وازهق، اوف ده انتي رغايه او خلصين. لا يعني لو الفيديو مزهقك ما تكمليش. في ناس طبعا والله ذوق جدا، مش كل الناس طبعا بتعمل كده، مش بتكلم على كل الناس. في ناس والله بتكتب لي كومنتات حلوه قوي وبجد يعني، وفي ناس بتبقى ذوق بتقول لك النصيحه بس بذوق واحترام وادب، فانت بتحسي ان متربيه كده وعسوله كده. يعني انا في كومنتات بقراها بحس ان البنت عسوله اللي كاتباها لي والله.
حتى لو هي بتنتقدني على فكره، مش شرط انه هي بتقولي كلام حلو، يعني ممكن تكون تقولي رايها في حاجه معينه، بس البنت دي محترمه كده وعسوله. وفي بنات بتكون قلات الادب بجد. فلو انتي مش عاجبك الفيديو ان هو ان انا بتكلم في تفاصيل وبتاع، اخرجي، اخرجي من الفيديو. شوفي فيديوهات سريعه شورتس مثلا، عايزه تاخدي معلومه كده معينه وتتفرجي ما تدخليش على فيديو طويل وانت شايفه مدته اكتر من 5 دقايق مثلا، وبتقولي انه لا يعني اللي هو خلاصي قولي لي بسرعه يعني. خشي على فيديو قصير، شوفي الريفيو على المنتج اللي انت عايزاه على فيديو قصير بس. فمعلش يا جماعه انا رغيت، انا عارفه ان ده مش محتوى الفيديو دلوقتي، بس حبيت ان معرفش يعني، حبيت ان الموضوع ده كان مضايقني جدا. مش الكلام بتاعهم، طبعا الكلام بتاعهم ولا يفرق لي، بس ما تدخليش على فيديو طويل وانتي مش عايزه كلام كتير، خشي على فيديو قصير بس. بصوا انا هفتح بالكونسيلر ده، هعمل نقطتين كده تفتيح، مش بيفتح ليه. بصوا هحط كده نقطه كده ونقطه كده عشان انور بس الحته دي. بحب ادمج بالفرشه عشان ما بتشربش المنتج كله او البرودكتس يعني. وبعد كده بالسبونج بروح ايه دمجاه كده سريع. الفرشه بتخليه ان هو ايه يعني كله كده على بشرتك مش بتشربه. طبعا الفرشه دي صغنونه قوي بس انا بحب استخدمها عشان بحس ان هي ايه بتعمل كل حاجه كده، مش بتسيب حته يعني. يعتبر خلاص وزعت كده الكونسيلر زي ما قلت لكم بالسبونشه كده عادي، بس السبونشه دي مش حلوه خالص يعني، انا ما بحبهاش، بس انا مش لاقيه التانية فاضطريت يعني ان انا اعمل بيها كده. هاخد ملوس بودر بسيط خالص كده، مش هحط كتير كده، بس كده تمام كده. جبت بقى البالت دي حبيبتي حبيبتي حبيبتي، هاخد منها الدرجه دي وهحطها كده فوق عيني كده كده. بصوا اللي هو ايه عملته كده في لون، ما يبقاش كده اللون الابيض اللي احنا او الكونسيلر يعني اللي انا حطيته. بصوا انا هعمل حركه اول مره اعملها معاكم، وده ليب لاينر بتاع MN اللي هو العادي درجه 7. تمام. وهعمل بيها ايلاينر كده، هي لونها بني بس مش بني نبيتي. هعمل كده وهحط منه برضو تحت عيني كده. بصوا انا حسيت ان هو مش باين شويه فتقلته او عرضته شويه وحبيت وحطيت جوه عينيا كانه كحل. حلو قوي، عاجبني قوي. مش عارفه يا رب الدرجه تكون ظاهره لكم لان انا الكاميرا بتاعتي اوقات بتغير الدرجات شويه، بس يعني يا رب تكون ظاهره لكم. حاساه حلوه قوي، بس هزود عليه درجه بني بالاي شادو عشان اثبته، فاهمين؟ عشان اصلا هو مش ثابت، مش مخصص اصلا للعين. درجه بني غامقه وهروح ماشيه عليها كده كده. عجبني قوي قوي، قولوا لي رايكم، بس حلوه قوي. عايزه اعمل معاكم حركه كنت بعملها زمان بقالي فتره ما بعملهاش، فعايزه ارجع اعملها. هو ان احنا ناخد هايلايتر ونحطه في الكورنر بتاع العين. بقالي كتير قوي ما عملتش كده، بحس ان هو بينور العين، بيفتح العين كده شويه. بصوا حط الماسكارا. بصوا ميك اب العين عجبني قوي قوي قوي. هحط دلوقتي من الليب لاينر بقى نخليه يعمل شغله. احط كده. بحب احدد شفايفي بلون غامق يعني، بحس ان ده بيليق عليا انا.
بصوا، وهحط جلوس عليه. شكله تحفه تحفه تحفه. اخر خطوه هستخدم بلاشر شيمر، يعني في كده هو هايلايتر ولونه بينك، هو هايلايتر بس انا بستخدمه كبلاشر بصراحه بقى. اعمله كده عشان يدي اضاءه مع التصوير، بيبقى تحفه تحفه. بصوا، بحب الفرشه دي علشان بتكون بتحط لون مركز، فاهمين؟ وكده بصوا، هايلايتر وفي نفس الوقت لون. الميك اب بعد ما خلاص خلص هيديكي الاحساس بتاع الصور بتاعه المصيف بقى وان انت تحسي ان انت متصوره صور حلوه كده وموديل بقى. عايزاكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات في الميك اب ده، انا عاجبني قوي بصراحه. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش لو انت اول مره تيجي اشتركي في القناه وفعلي الجرس، اعملي لايك في الفيديو ده، واكتبي لي كومنت حلو زيك، حتى لو كومنت سلبي طول ما هو باحترام وادب انا بتقبله جدا جدا جدا. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. باي.